الشريعه دي بتاعتي بقى، ما حدش يزايد عليها. ها يعني انا وانا صغير كان وكيل الشريعه طبعا، يعني كان في الكنيسه المصريه في القبطيه في بورسعيد، كان الراجل الرئيس كان اسمه وكيل الشريعه. يعني الشريعه كلمه مطروقه، لكن انا يعني مش ممكن ابدا اتكلم على الشريعه وما اتكلمش على الماده 219. اتكلم على الادله الكليه، القران والسنه تعظيم سلام، ولا حد يقدر ينطق ولا كلمه. لكن المصادر المعتبره في الفقه 11 مصدر. طيب بيقول لك القياس والعرف. القياس هل نقل الاحكام التي طبقت فيما مضى؟ مضمون الماده اصبحت احكام. ايه عايز تقول ايه؟ لازم اعلق. اه طبعا هتعلق طبعا هتعلق. كويس. انا عايز الشريعه بتاعت مصر، مش عايز الشريعه بتاعت طالبان ولا الشريعه الوهابيه. انا عايز الشريعه دي بتاعت مصر دي السامحه. هتعلق يا استاذنا؟ انا طبعا، بس ما تتزعلش يعني، ده رايي. على فكره الشريعه دي بتاعتي مش بتاعت حد تاني. لا وانا لما هتكلم على الشريعه الاسلاميه يبقى مش بتاعتك. لا بتاعتي، لان بتحكمني، لان في احكام كتيره جدا مطبقه. طب احنا موافقين على الماده الثانيه، احنا قلنا لا، لكن هو التفسير بتاع 219 اللي احنا ضده.